الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بإذن إخوي لحفتي تعالى بردوام دبين زنزير بابتي التبيان في آداب حملة القرآن. إمام النووي رحمة الله عليه يشتبونا بابتي كم في أطراف من فضيلة تلاوة القرآن وحملته. لو ندرش باسي كما كرت إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. باسي أو كما كرت دقينا حديث كان الإمام النووي رحمة الله عليه بلا زور بي بابته كان بوشي وهاتيا يعني كم زار أماجي بآيات كردي أو كوا بيوستا لو بابته پاشانیش اینجا ئاماژەی بە ئەحادیث کردی وەگەر ئاثاریشی هینابتەوە لە دوای ئەحادیثەکە. یەکەم حەدیث کە لەژێر ئەو ناونیشانە هینایەتەوە دەفەرمی وروينا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه. وروينا يعني لەبۆ مان ڕیوایەت کرایە دیارە بەسەنەدێکی متصل کو بڵێ ئیجازەی لەو حەدیثەی هەیە لە جێڕانەوە ئەو حەدیثەی هەتا دەگاتەوە عثمانی کوڕی عەفان خوالي رازبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. معلومة وحديثة الحمد لله زور بمان نكر بيستيتمان زور بمان باسش ما كرديا تاكترين تان أو كسانيك قرآن فير دبيو خلشيش فير دكا من تعلم القرآن وعلمه. إن زاوكو أو عبارة أو بكارنا رواه أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري. روايات كذا وحديثة طبعا صحيح بخاري في صحيحه. هلا بو خوشي دلين أي جاري ها مقطع قولواني زور بشتان ديتي تان كابرا دانشتا دري هر در سريمي انجيش كر هر در صحيح بخاري كتي خو بخاري نيا در جمعة داينا جمعة چه در جمعة محمدي كور إسماعيل. مع العلم بخوي لهندك لا طبعا كان كطبع كراية نسرة طبعا شيء داينا نسيتي جماعه محمد بن إسماعيل البخاري. السريمان انجيش كر هذا بخاري كاك جمعة داينا كور جمعة جماعه. رواه أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري في صحيحه الذي هو أصح الكتب بعد القرآن. لوصف بخاري ده دفنمي أو كتابي كوا لدواء قرآن بيروس أصح كتابه. هو اعتقاد أهل السنة والجماعة براستي مصدره زور مهمة راسترين كتاب لدواء قرآن بيروس براستي صحيح بخارية. لويا كبيشي لقوتري أصح الكتاب لبرتسي لبر الشروط كانوا مرزكاني لبور قلتني حديث زور تندبوه يعني لسندين حديث أو عند حديثي هالبجاردية وإجماع أمتي إسلاميش لسر قبول أو أمته لسر قبول أو كتابه يعني تلقته الأمة بالقبول ما قركس شيء شاذة بأستابيه تنطعنا الإمام البخاري بدا. دليل الشرط كان إمام البخاري أو اتصال السند بين الراوي ومن روى عنه تبي سندش متصلها بي يعني حلقي مجهول نبي لبيني راوي لقوا كسيك لي روايات كردية فعشان ذا الاشتراط عدالة الرواة عشان مرجي أو بك أو راوي كلي نقل لك عادل بي وضبطهم التام وقوة حفظهم هم عدالتك شرطة طبعا هو متفق بين أهل الحديث هم روايتك بابنين لضبط جيرانوي زور مضبوطة حفظك شي مشهور بويك وزور حفظي زور تواوى واشتراط ثبوت لقاء الراوي بمن روى عنه يعني يقدر مرزكان إويكوا أو كسيكوا جيرايت ولا كسشيديكا أو بشرت دادنه لقاء لقليبوبي وعدم الاكتفاء بالمعاصرة فقط. يعني هندق لمحدثين مثلا أوانيك وحديث نفسه التدوين ذكر لأن المهم يعني فلان كاس لقل فلان كاسي كذا جيرتوا ليكسر دمي جيابا أو ذلنا بيوستا يكتريان دي تبي بيوستا يكتريان دي تبي إتر حقا شان خويتي بو وصفيكوا أصح الكتاب بعد كتاب الله لبرو يوكوت مان أوهمو أمتي إسلام لسني متفقا مقصد مان لأهل السنة والجماعة. معلوم جناب تانك يقلا راوي كان حديث شيء
أبو عبد الرحمن السلمي كالإمام عثمان دجيرتو أو ضلي أو كسا دانيش لمزقفتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم لزمان عثمان كري عفانوا حتى زمن إمارة حجاج كوالله أعلم لبين تسلسال تا حفتا صالبوه دانشتيا بس قرآني فيري خلش كرديا أو زاد فرم وقال إن هذا الحديث هو ما أقعده مقعده هذا لتعليم الناس أو حديث أبو وإلي كرديا كوا تسلسال لبين تسلتا حفتاي لو أنت صالي كدانشتيا خلشي فيري قرآن كال بخاطر أو حديثي بو كبخوي يقل راوي كاني أو حديثي يتلير ذا خيركم من تعلم القرآن وعلمه تاكترين ثان أو كوا خوي فير قرآن كردي وخلشيش فير ذكاء يعني نك تنها فقط خوينا وكي بلكو يشمل تعلم القرآن تلا خوي قرد حفظه وتلاوته حفظكي وهروا تلاوكي مقصد يعني بوشي وازاني كذا خوين لنا وترتيله وفهم معانيه وتفسيره والعمل به همو أنا دقريتو تعلم القرآن همو أنا دقريتو كواتا فقط خوين نوينية خوين نويتي فهمتي التدبر لمعاني كانتي وإيش بيكردنيتي فاشان ضلي مسألة نشر العلم قرن النبي صلى الله عليه وسلم بين التعلم والتعليم يعني انت مش هذا كي بيغمبر صلى الله عليه وسلم لير ذا تأكيد لسرت كردي توا من تعلم القرآن وعلمه نكر بخوي فيربو خلشيش فير ذكا كواتا ما بستكليرا نشر كردني علمك لأن فائدة المعلم تتعدى إلى غيره لنشر النور والهدى طبعا ما لا عبادات كان عباداتي لازم منها عبادات متعدي منها فرض كان لي دربينا وكو باولين وجه فرض كان وبروجيبون وانا لا غير فرض كان لسنن كان لرواتب كان لبيني بابلين علم بابلين عبادتك ومتعدي بيان لازم بي علماء دلين أويك ومتعدية يعني السودك اللي بغير خود دروا أو باشتري لعبادتك ولبيني خوت خوايا لبيني خوت خوايا واضح بران كواتف فرزكاين لي دربينا لمسائل سنن ورواتب أو عباداتنا باشتري كوا بابلين سودكي بيز قالوا كلبو خوتا أزور باداشتا خلشي دي كشت هذا سود من دبي يتر مسألة نشر علمش لو بواريه إمامي هروي دله معناه حديثك أويا أن من وجد منه التعلم والتعليم ولو في آية هل كسي أو شرطي لبيت زين هم بخوي فير بوبي هم خلشي فير كرب أجر يج آية تجبي شرني هم القرآن بي أجر يج آية تجبي خيرا ممن لم يكن كذلك أو بيج آية خوي فير كربي أو يج آية تجبي أنت خلشي باش ترى لو كسي كوا أو كاريناك وقس على ذلك أديك الدعاء بأجسي بأجرهم القرآن بي بالتأكيد زور باشا والحاصل وكأو دلت تاكتريني كلام رب العالمين لويا تاكتريني خلشيش لدواي بيغمبران عليه الصلاة والسلام تشينا من يتعلم القرآن ويعلمه باشترين كلامي أوا لويا باشترين كسيج لدواي بيغمبران أو كسيك وقرآن بيروس فير دبي وخلشيش فير ذكا بلام وكأو دلت لابد أو فير بونو فير كردنا لابد أن تقيد بتي بالإخلاص أو كاتب اشترينا أجر ما بستي خوابي سبحانه وتعالى هذا أجر ما بستي خواه نبي قريب السري ابن سعد دله ابن سعد باب الروايات كده وحافظي ذهبيش رواياتيان كده لقتادة أويش لأنس كري مالك دله أبو موسى أشعري أبو موسى أشعري واليب ولبصري فترتش لكوفي أو كاتك واليب ولبصري إمام عمر خليفة أبو بأي شيء أبو موسى أشعري أنسي كوري مالك دنيريتا لاي خليفة إمام عمر خويل رازيبي دلا كاتك واجيش من الإمام عمر فرمي كيف تركت الأشعري أو أشعرية كوبا زيهش خريش يتسبو فرموي تركته يعلم الناس القرآن أو بزمهش لدواي أو كواكاروباري ولاية تواودكا لمزقف دادنشي خلشي فير القرآن دكا لدواي أو كاروباري ولاية تواودكا لمزقف دادنشي خلشي فير القرآن دكا فقال أما إنه كيس براستي بياوشي عاقلة وفي رواية أما إنه كبير براستي بياوشي قوريه
بەڵام فەرمووی ولا تسمعها إياه چەند حساس بۆ ئیمام عومەر ولا تسمعها إياه بەڵام تولوی مەجێڕەوە منەوە هەوەسفم کردیە با نەخۆ تووشی شتێک بێ بەس بەڕاستی پیاوەکی عاقڵ و پیاوەکی گەورەیە لێیە يستحب للمسلم أن يجتهد في دعاء ربه أن يعلمه الله القرآن مستحب إنسان مسلمان دعاء بكاتن كأخوي جور فير القرآن بكا لو يتمشى ذكي پیغمبر صلى الله عليه وسلم دعاء له ابن عباس ذكا وكذا فرمي ابن عباس ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا آموزايبوا لباوش كده وذا فرميتي اللهم علمه الكتاب اللهم علمه الكتاب يا ربي خوا فيري قرآن بكي يتر بوشي ويبو أو بياوي كوصف ذكرتني ابن عباس الحبر البحر هم حبر بوا حبر علماء بني إسرائيل بيانا قلت لي حبر هم بحر بوا هم دفراهم بعلمك سبحان الله يتر نكال لبو ابن عباس بلكو بيغنبري خاص صلى الله عليه وسلم لبو خوش دعاي كرديا كإيمش فير ذكا أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك كاتب همنا وكان إخوة يقول ده باريتو سأونا واني كفيري كردينا سأونا واني لا إخوتي سأونا واني كوا لكتاب كان تبدأ بزانتي بهمنا وكان إخوة لي ده باريتو أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي سبحان الله يعني أو دعاء پیغمبر صلى الله عليه وسلم وأصل شوا هم مسلمانان وكل نهاية حد كده فرمي أصل واحد كسك جويل بلو دعاء خوي فير بكاتن يعني أو دنياي كبري خم خفته براستي خوي جورا قربيت ببخشي قرآن ببيت بهاري دلت كو إنسان همو من بما خوش وكو طبع دلت بس خوش دبي بس يزيجا كوا فعلا مواصفات بهاري تدابي ونيا سوزايبي آوي لبيو بوني قولي خوشي لبي إنزال خوي جور دواب كي خوايا قرآن بكي أو بهاري لبو دلم يعني كدقامة خزمة قرآن كو كسيك دقاتنا أو بهاري أو هذا اللي خوش بي بيبي تمايا ويكوا سينجم ياخد ظلم روناق بكاته وبيبي تماي نماني خمو خفتم أو حديثي كم حديثي دوام وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به حديثي دوام دا عائشة دجرت خوالي رازيبي كبيان صلى الله عليه وسلم فرميتي أو كسيكوا قرآن دخويني توا زور زا مراسي لفظي قراءة بلفظي يعني بمعنى حفظ هاتي لا بابلين حديثة كان بيغمبري خاص صلى الله عليه وسلم ببلغي أو حديثي كذا فرمي أم القوم أقرأهم لكتاب الله شيء إمامتي ذكا أو كسيكوا أقرأهم همان دزاين علماء كان ليك دايتو نق أو كسي زور قرآن دخوينت أو كسيكا حفظي كرديا طبعا لبوي بارز قال حفظك يبكى زور دخين تو باش الذي يقرأ القرآن وهو ماهر بأو كقرآن دخوين تو حفظي ذكا زيرك تيدا وهو ماهر به واتا لا يتوقف لخوين وكي زحمتني لسري لبروي بإتقان ولا بركدي وفي رواية وهو حافظ له رواياتك هاتهر بوش وجده وهو حافظ له لروايات إمام الترمذي إمام مسلم وهو حافظ له حفظي شيء هي أولا قلت شيء مع السفرة الكرام البررة سفرة جمع سافرية سافر بمعنى يتده بمعنى رسول بيامبر ده والسفرة بمعنى رسول ده لبرتي أو ملائكتان بيان قتل السفرة أواني يسفرون إلى الناس برسالات الله أواني كوا بمكان إخوائي قوردينا ببيغمبران دقينا أواني بيان قتل ملائكة السفرة أو جاءوا ملائكتان الصفة يعني الكرام أوانا لنزيك كان رب العالمين زور بريزا لإخوائي قول سبحانه وتعالى وزور دورا لقناه تاوان ومعصية البررة واتا المطيعون لبر هاتيه أوانيك وزور جورياني فرمان كان إخوانا سبحانه وتعالى كواتا أوانيك وقرآنيا لبرة ماهيرش انتدا زيرك إتقانيا كرديا لريزي أو ملائكتان نكوا السفرة الكرام البررة لو ملائكتش درزها أو ملائكتان كوا بلوبام برسترلا باقي ملائكة كان أو ملائكتان كوا وحي خواي جوردينا لبو بيغمبران عليهم الصلاة والسلام
ئیتر لە چ ڕوانگەیەک پێیان صلی الله عليه وسلم بەو شێوەیە وەسفیان دەکات دەڵێ يحتمل أن معنى كوني مع الملائكة أن له في الآخرة منازل يكون فيها رفيقا للملائكة السفرة لوانەیە بەو مانایە بێ کەوا فعلا لە ئاخرەت جێگاکانی ئەوان لەگەڵ جێگای مەلائکەتەکانە یعنی ئەو منزلەتێکەوە بەدەستی دەینن وەکو منزلەتی مەلائکەتەکانە هەندە نزیکن لە خوای گەورە سبحانه وتعالى بەرەوە صیفەتیان بصفة أوان دتي ويحتمل أن يراد أنه عامل بعملهم وسالك مسلكهم لو أنا شاهر بمعنى به بويكوا لو بيان صاصم بواني شبهان البروي أو كاري أوان دكا رجاي أواني قرتبر أو ملائكتانا بيام رب العالمين دقين بيغمبران عليهم الصلاة والسلام وكأنما آماجي أتوش أي حافظ قرآن أي أو كسيكوا تتوي بلو بألا إخوائي قول هبيتن بيويستا بيامي إخوائي قول بقيني خلشي بيويستا بيامي خلشي بقينا بيامي إخوائي قول بقيني خلشي والذي يقرأ القرآن ملام أويكوا لبري كردية ويتتعتع فيه يتتعتع وتتردد هي لتلاوكي لضعف حفظكي أو هابهزنية بلكو وكذا فني وهو عليه شاق لسري قرصة تخويني توا بەڵام وەکو کەسانەکەی دیکەنینەکەوە ماهر بن زۆر زیرەک بن تێیدا لەسەری قورسە له ئەجران ئەوە دوو ئەجر پاداشتی هەیە لە شەرحەکەیدا دەڵێ ئەجرا لقراءته ئەجرێک لەسەر قراءەکەی طبعا وأجرا لعنائه وما يلاقيه من شدة في حفظه ئەجرێک لەسەر ئەوەی کەوا دەیخوێنیتەوە ئەجرش لەسەر ئەو شدەت و ئەو میحنەت و ئەو ناخۆشەی کەوا بەردەوام ئەو لو شدتي دايا بلا معنى أوني كوا أزري كذا فمدو أزري هي معنى أزري لماهرة كي زياتنا أو منزلتي برستلا أو منزلتي برستلا يعني ببيت تشبيه وكبي صلى الله عليه وسلم لحديثك ده باس لزماني غربت دكاتن كوا زمانك بسر خلشي بسر مسلمانان دادي أيام الصبر يعني زور شدة هي وبيشت بصبر هي إن زاد فرمي أوي كوا لو زماني دا دەست بەو منهەجەی بگری کە ئێوەی ئەصحاب لەسەری دانا له أجر 50 منكم أجر پاداشتی 50 لەنگۆی هەیە قال أو منا يا رسول الله أو منهم 50 لە ئێمە یان لە خۆیان فەرمووی بەل منكم لەنگۆ جازانیان دەفەرمون خۆ معناوە نییە کەسێکەوە لە ئەیام الصبر لەسەر ئەو منهەجەی کە پێیان صلی الله عليه وسلم لەسەری وە لەگەڵ ئەصحاب واتە فعلا بلو باي لأصحاب قورترم نا أصحاب هر منزلة خوان هي بلا مكو أزر باداش بيان صوصن بوش شوي باز دكاتن يعني وكو نمونة عصريش مثلا استاذ دوين لمشروع مهندس من هي مهندسي مشرف لقال مقاولي مهندسي مشرف لقال مقاولي لو أنا مقاولك وكو قازان زي مادي زياتر بدز دكوي لمهندسكي بلا بلو باي هم برستره هر مهندسك بلو باي برسرة لا مقاولكي ولله المثل الأعلى باش أو حديثش وكو إمام النووي دلي رواه البخاري وأبو الحسين أو إمام البخاري باسكر أو زهر ديتن برك بابرين إمام مسلم بيدن دناسيني وأبو الحسين مسلم بن حجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما كواتا وبخاري مسلم وحتى رواية كذا لولا يقلو درساني كوالو حتى ولا جيله زانا عندنا ينبغي لحامل القرآن أن تكون أفعاله وأقواله على السداد والرشاد كالملائكة البررة براستي مهمة بعدين في أصلا دفرمي أو لقل ملائكة كان كواتا قادر بحساب خود بك تبي أفعال أقوالت لقدر أو وصف البيغمبر صلى الله عليه وسلم أو هراستري بيتن وكو ملائكة كان خوي قولوا ما لبك يا ربي سيم الله أعلم وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه الإمام النووي بخوي وصف ذكاتا لك بابلين لكوتاي كتابكي أبي موسى الأشعري شيدر عبد الله بن قيس منسوب إلى الأشعر جد القبيلة كواتا أشعر ديار بابي رجوري أو قبيلة يبوا لو بيان قتري أشعري وخوش نبي عبد الله كري قيسة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة أو إيمان دارك قرآن دخيني يان لبريتي وكارشي بيدك كالأترجة أترجتيا
خلافەیە لە نێوان زانایانکەوە ئوتروجە چیە، هەندێک دەڵێن سێوە، هەندێک دەڵێن شتێکی خۆشە ئیتر، هەم تامی خۆشە هەم بۆنی خۆشە. زۆرێک لەو وەسفەی کە دەیکەن والله ئەعلەم ئێمە تێبگەم بە سندی، وەسفەکە لەسەر سندی جێبەجێ دەبی. سندی هەممان زانیانی لە پرتەقالی گەورەترە و بۆنش خۆشیە و تامیشی خۆشە. کەواتە ئەو ئیماندارەی کەوا یەقرأ القورآن ويعمل به كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب، هەم تامی خۆشە هەم بۆنیشی خۆش، تامی خۆشە دڵەکەی دڵێکی پاکە. وەریحها طیب، ئەوەی کە لێی خەڵکی با بڵێن لێی وەردەگرن ئەوی شتی پاکە. قورئان لە خەڵکی با بڵێن خەڵک قورئان لێ وەردەگرن، بۆنێکی خۆشی لێ وەردەگرن کەوا قورئانە. والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به، ئەدێ و ئیماندارەی کە قورئان خین نییە یاخود لەبەری نییە، ويعمل به لەبەرەوەی وتمان قورئان ئەسڵ وایە هەر ئیماندارێک چ لێ مەکتوبە وەکو فەرض عین سورة الفاتحة، سورة الفاتحة کەواتە بەلای کەمی سورة الفاتحة دەزانی، بەڵام باقیەوەت کە نازانی بەڵام ئیشی پێ دەکا. كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها، چەند نمونەشی جوانە، وەکو خورمایە تامی خۆشە، تامی خۆشە بەڵام بۆنی نییە، کەواتە بەخۆی ئیش پێ دەکا بەڵام قورئانی پێ نییە بە خەڵکی ڕابگەینی. ومثل المنافق وفي رواية الفاجر، نموني منافق يان خلافكار لرواياتشكا الذي يقرأ القرآن، أو منافقي كوا قرآن دخيني قرآني بي يان قرآني حفظه كالريحانة. سبحان الله، طبعا منافقة باسي عمليناك هذا عملي هبي ونبي، مهم منافقة لدلو خوابنا من ده بلام قرآني شبيه بوني خوشة. سبحان الله، حتى كسي منافقش قرآني بي بوني خوشة سود بخلشي رادقيني، بلام لناخوة طعمها مر. سبحان الله، لناخوة تامي زور طالة ريحان وايا. سبحان الله. ومثل المنافق وفي رواية الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة، أو منافقي أو خلافكاريك قرآن جناخين منافقشة كوات ظلمات بعضها فوق بعض، أو وكو حنظلة. حنظلة والله أعلم جار شي بيدرين نبون شي خوشي هي هزبونيني أصلا تامكشي زور طالة ليس لها ريح وطعمها مر. انزال الشرح وحديثي علماء دلين كلام الله المجيد له تأثير في باطن العبد وظاهره، كلام الله تعالى سبحانه وتعالى تأثيره هم لسر باطن لسر دل هم لسر ظاهرك. وإن العباد متفاوتون في ذلك، خلشيش جوازن لوي كواتسن كاريجر قرآن لسر، فمنهم من له النصيب الأوفر من ذلك التأثير، أوي كوا جورترين بشي وردقري لا تأثيرات القرآن أو شيء المؤمن القارئ، هم إيمان دارة هم حافظ قرآنش. ومنهم من لا نصيب له البتة، إيواشيا حزب شيني له قرآن سبحان الله، وهو المنافق الحقيقي أو كوا منافقي شي حقيقي. ومنهم من تأثر ظاهره دون باطنه، أدي أو كوا فقط لسر روكشي رنجي دايتوا دعواشي بيدكا بلام تأثير لسر باطني خويني خوا بنامن دا أو شيء، وهو المرائي رياباس خابنا من ده. عكس ويسيا وهو المؤمن الذي لا يقرأه، أو إيمان داريك وإيمان داره تأثيرات قرآن سناخي هي بلام دعوي بيناكا لبروي أصلا قرآني بينية خابنا من ده. وقوله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على صيغة المضارع ونفيه في قوله لا يقرأ لحديثك واضح في المنيا مثل الذي يقرأ القرآن أويك لا يقرأ، ليس المراد منهما حصولها مرة ونفيها بالكلية كبصيغة مضارعية كم زار هنا أويك كذا فيلم لا يقرأ معناه أونية كوا يجزر بخينته كافية يان نفي لبكاته بيجزر، لا بل المراد منهما الاستمرار والدوام عليهما. كواتما بستكرره الذي يقرأ القرآن بردوام بالإقراء زهر لدوا زهر بخينتو تجدد وحدوث تدا صيغة مضارع. نفيكاش أويكوا فعلا ببي تدأب عادتي بطاعتي وازي بيني هو مقصدك اللي رأوها مهم أويكوا بوشي وصف دكاتن صيغة مضارع لو بكار هناك وبيستو بردوام هر خليشي بي. وفي الحديث فضيلة حامل القرآن وفضل القرآن على غيره من الكلام، وهلها لو حديثاش طبعا
قوري حامل قرآن كواتن مهمة يعني في أصلا كوي وصل ذكاء وهروها فضل قرآن لسر غير قرآن تمشاك تأثيرات قرآن تنزوره حتى لسر منافقيش. وفيه أن المقصود من تلاوة القرآن العمل كما دل عليه قوله ويعمل به كواتل أوش اللي ورد جيره ما بس لتلاوة قرآن ولحفظ قرآن براستي كاربي كردنا ويعمل به براستي زور مهمة أجرنا نفتح زلبوي لحديث دوات الدفرمي. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين رواه مسلم. الله تعالى بيقمان بو كتابه كسانك برز دكاته وكسانكش يضع به آخرين نزميان دكاته. طبعا لدرجة أو حديثيك أو تنهمتني حديثكي نيتو لصحيح مسلم طبعا هاتيا نافعي كري عبد الحارث خزاعي دجرته. نافعي كري عبد الحارث خزاعي كان عامل عمر على مكة وتل زمان خلافة إمام عمر خالد الرازبي والي مكيبوه طبعا والي كبكاردين دري ولفظة بمصطلح أوروتسيا محافظ كواتوالي مكيبوه لزمان خلافة إمام عمر كبخوي إمام عمر لشي دانشتوه خليفة لمدينة يبوه. دفرمي نافعي كري عبد الحارث خزاعي لقيه بعسفان واتا إمام عمر بابرين دروالو مكي والله أعلم بمبستي أنزام داني عمره لريقادة لمنطقي عسفان أو كابرا نافعي كري عبد الحارث كوالي مكية دقاتا إمام عمر كعسفانش قندك لدوري 8 كيلومتر لمكة دورة 8 كيلومتر لمكة دورة كواتا إمام عمر برو أو اندريا أويش لعسفان ديقاته يكسر إمام عمر في دفر ممن استخلفت أتوالي مكة أديشيل لدواي خد بزيه اشتكأتو استهاتي إلى فقال استخلفت ابن أبزاه دفرمي ابن أبزان بزيه اشتل لدواي خم وكو زي قروم ابن أبزاه لوصف دادالي مولى لنا واتا كويليشي آزاد كراوي إيمايا كويلة بوا آزاد كراوي أو بزيش لزياري خم. فقال عمر استخلفت مولى يعني كسيشي مولايك بزيدري لزي خود كليرج دا دلين ما بس إمام عمر لير دا تفرمي يعني زي تعجب كو مولايك بزيدري كويليشي آزاد كراو لبروي مكة بابرين جورة سر جورة كاني قريشي ليه طبعا ما بس اللي مندري هم مسلمان اللي مندري وبتعبتش أوانا وده آسانية من كذب لبو حكمي كسي كلنابيا نسبيش برزي نبي دي أتوش كسي شي كويليش آزاد كلاود بزيشتيا يعني أو بمنطقي أوان فكر دكاتو نك بمنطقي خوي أجنا ودزانيتن بسببني أو بزيشتيا كواتا نقل قيمة ابن أبزاي كم بكاتو نا لوي دا ترسي أوان جورالي نكن والله أوجد والله مدى فرمي قال إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض وكسيشي آساينية قارئ لكتاب الله حافظ قرآن بيروزة عالمة بفرائض وتبع علم ميلاد عالمة طبعا لنا فقه أجر ملاحظتان كربي يعني سبحان الله همو فقه وكأنما بلاغ علم فرائض بلاغ علم فرائض زور مهمة لأول وأخير وزور إتمام بيدرا إتلا وكسيكا حافظ القرآن علمي فرائض شبيه واتا يا وكان أجل بمنطقي خوي زواب ذاته يا أمير المؤمنين راسته أو نسبة شوينا بلام علم شوي بيا هندي كوا بابن أشراف قريش رئيس لبنان أشراف قريش رئيس لبنان أجرتي لنسب وانية إن زي إمام عمر دفرمي أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين لوين دري وايفرمي كواتو حديثة يدل الحديث على أن رفعة الإنسان وعزته تكون بتعلم القرآن الكريم وحفظه وفهمه والعمل به كواتا براستي جيو مكانتي هالكسيك لودا كوا تسنلق القرآن آشنا إنزا بحفظي بتيجيشتني وبكاربي كردني بغض النظر عن نسبه أو منصبه أو زاقر نسبي سبي عن منصبي سبي وأن من أعرض عنه يضعه الله ويخفض منزلته والله هالكسك بشتي تبكى
هرتس نسبت الشبي خواهي قول سبحانه وتعالى دايدا بزيني رفعة الدرجات تشمل المعنوية في الدنيا إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما كذا فرمي برزي عند كاتوا مقصد لردا بمطلقي فرمويتي واتا برز كرنوي شي معنوي لدنيا بوي كوا كسك خواهي قول الرزي بيدا بخشي ورز دار دبي لدنيا لقيامتش برفع درجات لبهشتي ويضع به آخرين شينا وهم الذين لم يؤمنوا به أوانك أصل إيمان بينهنا أو آمنوا ولكنهم أضاعوه وتركوا العمل بما فيه وأوكسان إيمان بيننا أو كوا إيمان شامبينا بلام فوتان ديتيانو كاريان بينا كرديا فيجعلهم في الدنيا في شقاء وضنك من العيش سبحان الله با إيمانش بيه بي بلام كار بقرآن ناكا بشتي تيكرديا براستي لدنيا دا جيانك دجي في شقاء بدبختي لمعيشتي شي تنك سبحان الله وفي الآخرة في أسفل سافلين لآخرتش في أسفل سافلين خوابنا من دا براستي هر لظروفك دجين همو من دزاني تسمى شقتنا خوشي بەڵام بەو خوای ئەگەر بێت و ئەو قورئان ببیتە ڕەبیع و بەهاری دڵمان دڵنەواییە لەو تەنگجیەی دەردەچین ئەوەی کەوا با بڵێن هەموو خەڵک تێیدایە ئەگەر ناش خوا نەخواستە کاتێک هەستت بە دڵتەنجی کرد عەکسەکەی ئەوەیە بگەڕێەوە سەر قورئان بەڕاست بگەڕێەوە سەر قورئان وەڵڵاهی ڕەبیعەکە لەوێن دەرەیە خوای گەورە پێمان بەخشی ئیتر لەسەرەوە شتێکی کەش هەیە و بەڵام بۆندە اکتفا بکەین لە حەدیثی دواتر دەفەرمی وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أبي أمامة باهلي هلا آخر كتابك كوكو جاردي باس ما كر كهندق لوانا ترجماني كردي واتوكو أو أشخاصاني كمعروف نينا ترجمة عندك لأبي أمامة دلي صدي بن عجلان منسوب إلى باهلة قبيلة معروفة كاتا أبي أمامة باهلي ناوتيا صدي بن عجلان تقريته سلم بابن باهلة كيفش قبيلة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن وفي رواية أحمد تعلموا القرآن اقرأوا القرآن تعلموا القرآن وهو رواياتاتيه إن زاد عليه هل رواياتيش يقبعنا دقين لبروي فمعنى القراءة في الحديث هو حفظ القرآن كواتا اقرأوا القرآن وتحفظ بكن ولروايات تعلموا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه لبروي قرآن بيروز ديتن ديبتت كاكا لبو أو أني أصحابي بوين لدنيا رواه مسلم تكملي حديثك يكم زار في صلى الله عليه وسلم بازلا قرآن دكا بقشتي فيريبا لبريكا لبروي ديبتت كاكا لبو تنروج قيامته بلام هر أون دشتني أو زاد دواء لنا وهم قرآن دفرمي اقرأوا الزهراوين وفي رواية تعلموا الزهراوين بتايبتي أو دو سورتي كوا زور روشنن زهراوين يعني المضيئان البقرة وسورة آل عمران بقرة وآل عمران بتايبتي أو دوا فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان روج قيامة الدين سبحان الله كأنما دو فلا هولا أو كأنهما فرقان من طير صواف يعني وتوكو دو بول لا بابلين بالنددين كوبلي أوها بصفة زور زوان درون تحاجان عن أصحابهما يعني لو روجة تنقيش سبحان الله حسب كيدو صورتي بريز بين شفاعة اللوب كان اقرأوا سورة البقرة كواتي كم زار القرآن بقشتي دوام زار البقرة وآل عمران أو زار بتابتي البقرة اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة للرواية فإن تعليمها بركة براستي فيربوني بركته وتركها حسرة براستي بجيهشتني حسرة ندامتي لدوادا ولا يستطيعها البطلة أي السحرة ساحر كان بي ناويرا ساحر بصورة البقرة ناويرا أو زهلا سرتاحت كذا اقرأوا القرآن اقرأوا بصيغي أمره واتبعنا صوت فرمان دك القرآن بخينا وكو خاي جور سبحانه وتعالى فرمان ببيغمبر كردي وكل سورة أنهم دفرمي وأن أتلو القرآن وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فرمان بيكرام بخينو بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرمان بأي مدكا اقرأوا القرآن فنحن مأمورون بتلاوة هذا القرآن
ئەوەی بەڕاستی تیلاوەکەی ڕێگایە لە بۆ کارپێکردن و وارووا سوود بینین لە ناوەڕۆکەکەی. فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحاب القرآن كاكار لبو أصحابكي ياراني دلي فهذه علة للأمر بقراءته أو علك لبرتسي بخوين لبريد بتتكاكارتا ولكن قراءته لا تعلل بهذا فحسب بلام خوينا كي تنها لبوينية براستي الراست لو حديثي تنها باسوي كذا بلام عليتري شيء إنما يقرأ لأن الله أمر بقراءته الله تعالى فرماني بكذا ويقرأ لأن الله أمر بتدبره الله تعالى فرماني كذا وتدبري بكين ولا يمكن التدبر إلا بالقراءة هذا يكون تدبري ذاك يقول خوينيو ويقرأ لأننا متعبدون بقراءته تخوين دري عبادتك إيمان زام الدين ويقرأ من أجل التحاكم إليه تخوين دريتو حكم بجيرين ولا قرآن حكم بجيرين ولا قرآن ويقرأ من أجل الاتعاظ والاعتبار بما فيه من القصص والأمثال والمواعظ والحكم وهروا دخل يندري البروي بندو آموجاري لقصصه لأمثال كان وربجيره فالقرآن يأتي شفيع لكن لمن قرآن تكاكارة لو شيء لأصحابه والصحبة تقتضي الملازمة كواتا قرآن تكاكارة لو شيء لأصحابه شيء أصحاب جمع صاحبة وتأوي هاودم برزا هاودمي قرآنه إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار وهو وصف صاحب القرآن ذاك بشو بروش هاودمي بي شفاعته تكايلو ذكا في هذه الرواية ترتيب شفاعة القرآن للعبد على القراءة فقط إلا أنه جاءت روايات أخرى تقيد القراءة بالعمل كوات لو حديثي لو رواياتك أو هنايتو تنها باز القراءة كيدا كونيا بلام روايات كشية تكون إنسان دائما لباس كن هر موضوع واتساك أطرافي أو موضوعي هم بينتو أو متعلقة به لروايات نواس كري سمعان كأويش إمام مسلم هنايتو لصح كي لفظك أوي ده فرمي يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تماشاك قرآن ده هندريت روج قيامته وأهل قرآن ده هندريان لقى قرآني أوانك كانوا شينا أهل القرآن يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران سن محفلة سبحان الله مهيبة سن منظرة خوشة يا رب خوالوان بين قرآن بيروس سورة البقرة وسورة آل سبحان الله سن مصيبة داقر ببيني أتش لقل ذلك سلام الله رحمة الله طيبي لا شرح مشكات ضلي هذا إعلام بأن من قرأ القرآن ولم يعمل به كواتوا أقدارك لا خوي قوله سبحانه وتعالى أو حديثة هركز القرآن بيروس بخويني يعني لبري بكا بلام كاري بينكا ولم يحرم حرامه ولم يحلل حلاله ولا يعتقد عظمته لم يكن القرآن شفيعا له يوم القيامة أقدار بن با قرآن لبريج بي بلام كاري بينك حرامي بحرام نزاني حلالي بحلال نزاني اعتقادي عظمتي القرآن لظل نبي قرآن بيروس شفاعتي لوناك خافنا من ده حديث الواتر عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين هيت حسوديك جائزني إلا لدو حال النبي طبعا زانان دفنوا حديثتها يعني أو حسد الليرتها الغبطة لقى الحسودي فرقتها حسودي ويك كسك نعمتي شي بيويا أتحسبك لا يورجي لتبذريتتو كأو منهي عنه طبعا والله مغيبطة ويا كسك دبيني كأودو صفتي تدا أتوش تمنى بكي وشي ويد بيبخشر ببي ولا يورجي لتو أو غيبطة وجائزة باش دفنمي شيء أو دو كسك وشاني أو غبطان بيبدري رجل علمه الله القرآن كسك رب العالمين القرآن فير كده فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار
أو كسا دي خوينيتوا آناء الليل وتساعات الليل وآناء النهار بشو بروش فسمعه جار له جيراني شي جوي لدبيك أو دخوينيتوا فقال ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل خوزقا أمني شوكو أو جيران من أو قرآن بي بخشرا بامجوان بكر بابا شو بروج بمخوين بابا ورجل أعطاه الله مالا بيابك خواهي قول مالي بي بخشيه فهو يتصدق به آناء الليل والنهار إتر أويش دبخشي بشو بروش فقال رجل ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان كسر خوزقا أمني جوكو فلان كس بيم بخشرابا فعملت مثل ما يعمل خوزقا بيم بخشرابا أمني جوكو ينبكر طبعا زور مهمها أو نيتا أزر فاداش لسور دقري لزي خداني شوف كركوا خوزقا وكو أحمد إسماعيل مهبواه وكو ينبكر دبا هلا لا زيوة بس صدقها بهذا النيتات خواهي يقول أقادر نيتكتا والله لود نسري لو يوكو علماء دينا وتزارة علماء بنيت زور مهمة بله لا رواياتش كهلا طبعا روايات بخاري مسلم بو وروينا أيضا من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا بيابك خواهي يقول مالي في بخشة فسلطه على هلكته فسلطه لفظ تسليط بكارنا في صلى الله عليه وسلم وأعطى النفس إنسان وأحضرت الأنفس الشح يعني واتي مقو كابلا دولو من ديك أو دي هيدا بخشي لاي آسانا وانيا همو إنسانك أجر همو دنيا أي بي نفس هر بي خوش بيجري توا بلام أو قهري دي نفس خوي دكا قهري نفس خوي دكاتن فسلطه على هلكته واتا همو إذا بخشي قهري نفس خوي دكا لسر بخشين إنزا لتسيدي بخشي في الحق لا جيجا خوي لطاعات ورجل آتاه الله الحكمة بيابك خوي يقول حكمة ببخشية كاللي رد زانان دفن القرآن ويأخذ هرشتك وفعلا بمعنى كلمة حكمة بي شلة جيجا خوي دابني فهو يقضي بها ويعلمها إتر كاربو حكمة إيدكاو خلشيش فيردكا كوات عين لو حديثاش دفن جائزة إنسان غيب طيب بودو كسب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.